السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندوزو الجزء الثاني من الفيديو. الجزء الاول غادي تلقاوه في صندوق الوصف لتحت، وهو الطريقة ديال الجينواز، كيفاش نديرو الجينواز اللي ناجح 100%. عندي كريمة الخفق، انا طلعتها هنا بدون سكر. ممكن انكم نتوما تطلعوها بالسكر الا كتبغيو الحلاوه. انا عندي عجينه الشوكولا حتى هي غتلقاو الرابط ديالها تحت في صندوق الوصف. حلوه. بغيت نستغنى على السكر، ما نديرش كلشي حلو باش ما. غادي نحتاج دانون ديال الكراميل، غادي نحتاج فويتين حتى هو غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. درتو معاكم بطريقه منزليه وكيجي بحال هذا الشكل هذا، باش نسم الكريمه ديالي ما تبقاش ليا تبقى ليا غير المذاق ديال الكريمه. نضيف عليها بهذه الطريقه هذه، ندير الفويتين نحاول انني نطلع هاد الشيء من الفوق لتحت باش ما تطيحش الكريمه ديالي، وفي نفس الوقت كتجي من السما وفيها واحد القرمشه من الداخل. الجينواز ديالنا من بعد ما بردات، هانتوما شوفوا معايا، ممكن انكم ديروها رولي وما عندكم مناش تخافوا، ما كتقطع ما حتى شي حاجه. غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف ديال طريقه الجينواز. غادي ناخذ اطار اللي كيتحل اللي دائري، كنقطع على هذا الشكل. شوفوا الجينواز ديالنا كي كتجي هشيشه. هي الطبقه الثانيه، وهنا غادي نقطع بهذا الشكل ثلاثه ديال الطبقات. نقادو طبقه بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا ها هي كونت طبقه ثالثه من هذاك الشيء اللي شاط ليا من الجوانب، وها طبقه ثانيه، ها طبقه ثالثه. هانتوما كيف ما كتشوفوا ثلاثه طبقات. غادي نشوف اللي مزيانه غادي نخليها للاخر الاخير. غادي نجيب، غادي ناخذ سباتول فيها شويه ديال الكريمه وغادي نديرها هنا باش تثبت ليا. هذا السيرو درت فيه كاس ديال الماء، كاس ديال السكر وحامضه قسمتها في النص، عصرت العصير ديالها ودرت القشور معاها وحتى تولات ليا السيرو بحال هكا. وكنسقي به لي كيك، واللي كيشد كنخليه في قريعه ديال الدجاج. مني كنبغي كنديرو في قريعه ديال الدجاج، ومني كنبغي نسقي شي كيك اولا شي حاجه كيكون عندي جاهز، مجرد انني كنخدم به وصافي. نسقيها مزيان قد ما تسقات، قد ما كتجي رطبه وزوينه، وهي خلاص انها رطبه كتجي كتذوب في الفم. الكريمه ديالي من بعد ما درتها في كونجيلاتور
حلوة لا كريم اللي ساهله واقتصاديه وفي المستطاع ديال اي شخص انه يديرها، والاساس انها ماشي صعيبه. من اليوم ما يبقاش عندك الحجه انك ما يكلكش انك ديري حلوه لا كريم في المنزل ديالك. انا ما كنشريهاش نهائيا من الزنقه، ما كنشريهاش في مره. ملي كتكون شي مناسبه ديال عيد ميلاد راجلي او لا ولدي او لا عيد ميلادي انا براسي كنصايبها في الدار، حيت كنصايبها احسن من هذيك اللي غادي نشريها بثمن اللي غالي. كيحسبوا الكيلو غالي ماشي ترخيص. علاش انا ما نصايبهاش في المنزل ديالي وتكون احسن من هذيك اللي غادي نشري. لاحظتوا معايا كنت كنحط الكيك، هذا هو الوجه ديالو، كنت كنحطو هكا. دابا في الطبقه الاخيره هذه غادي نحطها لداخل وغادي نحط الوجه ديالو من الفوق، ولكن قبل غادي نسقيها عاد نحطها. كنديرها على هذا الشكل، كنحاول انني نقادها بيديا. غادي ندير كاع الكريمه اللي بقات لي هنا. هذا راه اقتصادي، يعني اللي بغى انه يدير منه مدخول مربح وممكن انه يخدم به راه ممكن. الطريقه هذه دابا غادي ندخلها للفريغو. ممكن انني ندخلها للثلاجه، ولكن انا مزروبه عليها. غادي ندخلها دابا للفريغو، غادي نخليها 4 ساعه غير بين ما شدات ليا راسها. الا كان بطبيعه الحال عندكم فريغو كيجمد، غادي ندخلها انا 4 ساعه، غادي نخليها تشد في راسها. هنا غادي نطلق، درت سكر كلاصي، غادي نطلق عجين الشوكولا. غادي تلقاو المقادير ديالو في صندوق الوصف، راه كاين اللين تما. ضروري انكم ترشوا سكر كلاصي باش ما تلصقش ليكم. بيبس باتشي عادي. حاول انني ما نقطعش على الجنب حيت غادي يدخل لي. ها نجمعها هذه بالشكل هذا. غنجيب هذه غادي نغلفها، يعني نعوجو شويه باش ناخذ به العينين. بهذا الشكل هذا. وها هي عندي ازرق كيبان فيه السكر كلاصي. سكرينه بهذه الطريقه.
شوفوا بهذه الطريقه هذه كنكون وجدت العوينات. كنجيب هاد البوق. كنتاسف على الضوء اللي نقص حيت للاسف التليفون ديالي دي شارجه، خاصني نكمل معاكم. كنقادهم هكا بيدي، نقطع هاد الدوائر هادو الصغيورين غير بالسكين. بهذا الشكل هذه ديال الكاكاو، ما غاديش نرش عليها سكر كلاصي، نحاول ان نرش عليها كاكاو مر. كيف ما كتشوفوا هنا انا وجدت العجين ديالي طلقته باش ما يشدش لينا الوقت، حيت بان لي هذا الفيديو هذا يجي شويه طويل، حيت هاد الحلوه شويه فيها الخدمه. باش نوريكم الطرق كاملين، انا هنايا طلقت العجين ديالي، نحاول انني نهز هاد الدائره بحال هاد الشكل، نهزها هكا باش ما تخسرليش. بهذا الشكل هذا. نفس الشيء ناخذ نفس الشيء هاد الدوائر، نحاول نقادهم هكا بهذا الشكل هذا، نديرها هذا، ونحاول انني نزيد نكبرها شويه. قطعت هذا فم بهذا الشكل كيف كتشوفوا هكا، قطعته مجرد بالسكين، ما احتاجيتش فيه ما احتاجيتش فيه نطلع هنا شويه باش يبان لكم، ما احتاجيتش طابع. ندير ليه فحال هكا، نثبتو بهذه الطريقه. هادو عجينه الشوكولا، كركبتها بهذا الشكل، كنلصقها بهذه الطريقه. ناخذ هاد السنينات هادو بهذا الشكل، قطعت اطار كبر منهم كيف ما كتشوفوا، ها نجيبوه بحال هكا، نقادو باش يجي قدو ونقطعه، ونجي تشوفوا بهذه الطريقه. كنقاد كنلصقهم هكا. بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل. الا ما بغاتش تلصق لكم ممكن انكم تلصقوها بالكريمه، ممكن انكم تستعملوا الكريمه. مازال هنا غادي نقطع فحال الشكل ديال اللحيه،
غادي نحاول انني نقطعها غير بيدي. هانتوما كيف كتشوفوا استعملت غير السكين، ما استعملت حتى شي طابع، درتها على هذا الشكل. ها هي كيف ما كتشوفوا هكا. دابا غادي نلصق هذا الشيء وهذه. وهذه غادي نديرها هنا. نيفو بحالي نيفو بحالي تبغوا كيما كيف ما كتشوفوا كنأكد عليكم لا ما بغاتش تلصق لكم ممكن انكم تعاونوا بالكريمه غادي تلصق لكم، كونوا اكيدين. كتشوفوا ها هو سبونج بوب ديالنا بهذا الشكل.